السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. معاكم احمد عبد الغني، والنهاردة ان شاء الله هنختم حلقات كورس HR مانجمنت، وان شاء الله باذن الله هتكون حلقتنا النهاردة عن الكومبنسيشن. في الحقيقة الكومبنسيشن من المواضيع المهمة جدا جدا تخص HR، واللي من خلالها بقدر احافظ على البرفورمانس والموظفين بتوعي في شركتي. باختصار شديد عشان خاطر ما نقعدش نتكلم كتير، كومنسيشن لو نيجي نترجمها بالعربي هتلاقي اللي هي تعويضات. نيجي نتكلم بقى ككلام علمي هنقول ان هي كل صور الفلوس او الدفع اللي بتدفعها الشركة للموظفين بتوعها. زي ما بنقول التعريف بتاعها all forms of pay or reward going to employees and arising from their employment. هي كل صور الدفع او المكافآت اللي بتروح للموظفين من خلال تصعيدها من الشركة اللي هم شغالين فيها. لما بنيجي نتكلم على نيجي نتكلم مثلا زي ايه، مثلا هنيجي نتكلم مثلا حضرتك لما بتروح تعمل انترفيو عشان خاطر تحدد الاوفر وتمضي على الاوفر، والاتش ار بيبلغك بالسالري كام والكلام ده بنسميه كومنسيشن. السالري والبونص والبروفيت شير دي يقولك مثلا انت هتاخد مثلا مرتبك هيكون مثلا مثلا 10,000 جنيه، 5 بيزك اساسي، عندك 5 تاني متغيرات زي انسينتيف زي اوفر تايم، ايا كان المتغيرات دي كلها بنعتبرها كومبنسيشن. في شقين من الفاينانشال بيمنت الخاصه بالكومبنسيشن، اللي هي الدايركت والاندايركت. الدايركت زي المرتبات وزي الانسنتيف وزي الكوميشن وزي البونص او البروفيت شير. الشق الثاني من الفاينانشال بيمنتس للكومبنسيشن اللي هو الاندايركت، اللي بتمثل في صوره زي الميديكال انشورنس. انا النهارده لما باجي اقعد مع حد ويقول لي الاوفر بتاع الشركه، بيقولوا لي والله السالري كذا وفي بونص كل 3 شهور مثلا كذا، في بنفيتس ثانيه وفي بنفيتس ثانيه زي الميديكال انشورنس. انا هديك كارت تامين طبي ليك وللاسره بتاعتك، فبالتالي دي بتخش تحت اندايركت. انا الفلوس دي ما دخلتليش فلوس، بس دخلت لي سيرفيس، خدمه. مهم جدا جدا في موضوع الكومبنسيشن اللي هو المرتبات، وانك انت تقدر تعمل الايكويتي ثيوري، انك انت تطبق نظريات العدالة في المرتبات. لما بنيجي نتكلم على الايكويتي ثيوري بنتكلم على 3 حاجات: external وinternal وانديفيدوال. الاكسترنال ان انا بروح اشوف الوظائف اللي عندي بره بتاخد كام، يعني بقسم الوظائف اللي عندي كاتيجوري واروح اشوف اشوف الشركات المنافسة بتدي كام في الوظائف دي عشان اقدر احافظ على الموظفين. ما ينفعش ان انا مثلا في حتة معينة الناس تاخد عندي مثلا 2000 جنيه، بره بياخدوا 5 و6. الموضوع هيبقى صعب جدا ان انت تقدر تستمر وتنافس في السوق بالمرتبات دي، في حين اللي عندك ناس بره تدي 3 اضعاف اللي انت بتديه. فبالتالي هتلاقي فترة والناس اللي عندك ممكن يكونوا كفاءة كويسة جدا ان هم يمشوا من اللي عندك، او ان هم الناس اللي بره تصطادهم وتجيبهم بمرتبات افضل. فلازم دايما تبقى تعمل سيرفي وتشوف الشركات الخارجية الرينج بتاع مرتباتها كام عشان تقدر تحافظ على الموظفين بتوعك. الانترنال ايكويتي، الانترنال ان انا دايما اعمل كومباريزون ما بين الموظفين وبعضها في نفس اللاين. يعني مثلا انا عندي مثلا مثلا برودكشن مانجر وعندي سيلز مانجر، مدير انتاج ومدير مبيعات، بشوف المرتبات ما بينهم عامله ازاي. ما ينفعش يبقى الجاب كبيره قوي، الاثنين في نفس اللاين، الاثنين في نفس اللاين. يعني هو ممكن يكون لو الاستراكشر بتاعت الاورجانيزيشن جي ام تحتيها لاين من المانجر، فهم في نفس اللاين، يعني في نفس الجريد وفي نفس كل حاجه. لو في فروقات
نراعي ان الفروقات تكون بسيطة، ما ينفعش الفروقات تكون كبيرة قوي، دي برضو بتعمل عملية ساتسفاي، ما بقاش فيه رضا للموظف دوت، فبالتالي ده برضو هيولد ان انت ممكن في يوم من الايام لو هو راجل كفاءة كويسة ما تلاقيهوش موجود معاك. الانديفيدوال انت بتشوف وبتحط المرتب، او انك انت بتقدر، ده بيترجم في حته الانوال انكريز زياده السنويه والتقدير المادي كل سنه بناء على البرفورمانس للشخص، بناء على ادائه. الراجل ده مأدي كويس ولا لا، الراجل دوت فعلا عنده responsibility، بيقدر شيء يتحمل المسؤوليه، وبيقدر ان هو يقود الحته اللي هو فيها، ويقدر يأد فاليو فيها ولا لا. طبعا ده لما بيجي ريفلكت في الانوال انكريز في الزياده السنويه وتقييمه السنوي. مهم جدا زي ما قلنا ان انت تعمل سيتنج باي ريتس، لازم تبقى عامل معدلات للمرتبات بتاعتك في الشركه. طب بناء عليه؟ بناء على حاجتين احنا اتكلمنا عليهم لسه في السلايد اللي فاتت، اللي انت اول حاجه ماركت بيزد ابروتش، اللي انت تقدر اللي انت عامل تقريبي مرتباتك بناء على المرتبات اللي موجوده في السوق والشركات المنافسه ليك في نفس الصناعه. الحاجه التانية ان انا اقدر ان انا اعمل جوب ايفالويشن ميثودز، ان انا اقدر اعمل ايفالويشن للجوبايه بتاعتي. الجوب ايفالويشن دي مهمه جدا جدا جدا، ان عن طريق طبعا ان انا ابقى عامل جوب ديسكريبشن وجوب سبيسيفيكيشن اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، اللي هي الجوب ديسكريبشن اللي هي الخاصه بالريسبونسابيلتي والوظيفه نفسها، اما الجوب سبيسيفيكيشن هي الخاصه بالكواليفيكيشن بتاعت الشخص اللي هياخد الشغلانه ديت. مهمه جدا طبعا. انت لما بتعمل جوب ايفالويشن لاي شغلانه، فانت اوريدي بتديها ريت كمرتب، بتديها ريت كتايتل كمسمى، بتديها كل حاجه، فده طبعا بيخلي في ابجريد دايما. لان انت ممكن واحد داخل عندك بجوب ديسكريبشن او جوب ايفالويشن معين، جوب ديسكريبشن معين وجوب سبيشن معين، بتلاقي مع الوقت الموضوع زاد، انت عمال تديله ريسبونسابيلتي بزياده، عمال تحمل عليه، فلازم تعمل له جوب ايفالويشن، لازم تعيد تقييم الجوبايه اللي هو بيعملها التاني، ولازم تشوف هل هو بيعمله مطابق للجوب ديسكريبشن والجوب سبيسيفيكيشن، ولا الموضوع اتغير. عشان الموضوع اتغير لازم هو كمان يتغير، عشان تديله نوع من انواع التقدير المعنوي لما يترقى، والتقدير المادي لما مرتبه بيزيد. مهم جدا جدا ان انا لو انا عايز اعمل ماركت كومبيتيتيف باي بلان، انا عايز اعمل او انشئ خطة للمرتبات بطريقة تنافسية للسوق. اول حاجة choose benchmark jobs. اول حاجه انا لو في اورجانيزيشن كبيره وعندي عدد كبير من الموظفين، مش هقدر احدد او ان انا اختار اخد موظف، فبلجأ اللي انا بعملها كاتيجوري. مثلا حته الاكاونتنت، انا عندي مثلا 10 محاسبين، فبالتالي هاخد الجوبيه دي وابدا اقيمها وابدا اخدها كحده، بحيث ان انا بقدر اجمع شويه موظفين في وظيفه معينه، عشان اقدر ابدا احدد انا الجوبيه دي ايه هي الريسبونسبيلتي بتاعتها، وايه هي السيشن بتاعتها، وبناء عليه بحط رينج للمرتب بتاع اللاين دوت او بتاع الجوبايه دي. تاني حاجه select compensable factors. ايه الفاكتور اللي انا من خلالها بقدر احدد التعويضات بتاعتي، او بقدر احدد البونص، او بقدر احدد الانوال انكريز، او بقدر بحدد الفلوس اللي ممكن ادفعها بزياده للموظف بتاعي. في الحالة عندي 4 مين فاكتور: السكيلز والايفورت والريسبونسابيلتي والوركينج كونديشن. السكيلز المهارات اللي الشخص دوت موجودة فيه، الايفورت المجهود اللي بيبذله عشان خاطر يوصل ويحقق الاوبجيكتيفز بتاعته، ويساعد على ان الشركة تبقى في منطقة كويسة او في مكانة كويسة. الريسبونسابيلتي، الراجل ده بيشيل مسؤولية ولا بيكبر دماغه وبيحاول ان هو يهندل الدنيا ما بينه وبين الاداره التانية ولا لا. الوركينج كونديشن، الظروف المحيطه بالشخص دوت مساعداه، ولا بيلاقي عراقيل وهو عمال بيحاول ويضاعف مجهوده عشان خاطر يقدر يتغلب على القصه دي. الحاجات دي لازم نحطها في حسباننا جدا عشان وانا بختار او انا بحدد
البي بتاعي او البيمنت بتاعي او اي حاجه زياده عايز اديها للموظف بتاعي. الحاجه الثالثه بعمل assign weights to compensable factors، اللي انا بمسك كل فاكتور من دوت وابدا احط لها ويت. انا مثلا عندي 4 فاكتور عايز يبقى مجموعهم في الاخر 100، فابدا ادي لكل واحد ويت رقم. مثلا السكيلز اديله مثلا 40، الايفورت مثلا اديله 20، انا كده عندي 60 ناقص له 40، واقسم 20 للوركينج كونديشن و responsibility. ده فور اكزامبل على سبيل المثال. ده معنى كلمة ويت لما بدي ويت، لأن في الآخر أنا عايز لما أعمل ايفالويشن أو أقيم حد كلها أرقام، مش مجرد كلام وخلاص. أنت حققت كام من القصة دي، عملت إيه من القصة دي. فدايما بنحول الكلام دايما لأرقام، عشان هو ده اللي بيترجم في الآخر. أنا هديك زيادة سنوية كام، 20%، 5%، 10%. فبحدد كل حاجة أرقام عشان السيستم دلوقتي أو أي أنظمة الناس تستخدمها فكلها تبقى نيوميريكال، كلها أرقام. الحاجة الرابعة convert percentages to points for each factor، ان انا بحول البرسنتج بتاعتي البوينتس لكل فاكتور موجود. طبعا انا لما بقول مثلا الحاجة مثلا عملت ويت للكل الاربع فاكتور بتوعي، وقلنا مثلا 40 ولا 20 والكلام ده كله، فخلاص بالتالي 40%، 20%، 60%، ايا كانت القصة دي. فبقدر بحول بعد كده البرسنتج دي لبوينتس، عشان زي ما قلنا ان انا كل حاجه لسه بتتحول عندي لارقام. الحاجه الخامسه review job description and job specification. لازم اراجع الجوب ديسكريبشن والجوب سبيسيفيكيشن من تاني. لازم اشوف الجوبس دي ايه هي الريسبونسبيلتي بتاعتها، واشوف ايه هي الكواليفيكيشن اللي المفروض الشخص اللي يشتغل الشغلانه دي تبقى موجوده فيه. بعد كده بعمل ايفالويت للجوبس، بقيم الشغلانه دي، بشوف هي الشغلانه دي هتاخد اني ريت واني جريد من الاورجانيزيشن بتاعتي. الكلام ده مهم جدا في الشركات الكبيره، المالتي ناشونال والشركات الكبيره، لان بيبقى عدد العاملين فيها كتير جدا. فكل ما تبقى الدنيا منظمه وكل ما الدنيا بتبقى فير، كل ما الناس كلها تبقى مستريحه وعارفه ان كل واحد بياخد حقه. الخطوه السابعه معانا درو ذا كرنت، اللي هو الانترنال ويك كيرف. بشوف بجمع عندي المرتبات اللي موجودة عندي علشان خاطر اعمل لها كيرف، زي مثلا على الاكسل باجي اعمل تيبل واحط فيها الاسماء الناس واحط فيها المرتبات بتاعتي، واشوف انا الكيرف بتاعي عامل ازاي والرينج بتاعي عامل ازاي. الحاجة اللي بعد كده conduct market analysis، اللي هو السالري سيرفي. الحاجة زي احنا قلنا اللي انا اعمل سيرفي على السالري اللي موجود في الشركات التانية. ليه؟ عشان انا ارسم برضو الكيرف بتاع الاكسترنال سالري، عشان خاطر بعد كده اعمل كومبير ما بين الانترنال والاكسترنال، اشوف انا فين. هل انا معدي اكتر من الماركت بتاعي بالنسبه للسالري ولا اقل. طبعا عشان خاطر اعمل يعني نوع من انواع الادابت، اعمل نوع من انواع الهندله. لو انا اقل لازم اهندل في المرتبات بحيث ان انا اوصل لسعر السوق او حتى قريب منه. الحاجات دي بتبقى مهمه جدا عشان الموظفين بتوعي. ما انا لو عندي موظف كويس وعايز مثلا مرتب اعلى او عايز بنفتس كويسه، فهو لو خرج بره وما لقاش الحاجه دي موجوده بره، انا بقدر ان انا احافظ عليه. انا مالي عينيه، مستريح في مكانه، واخد تقديره، الدنيا كويسه معاه، سعره في السوق زي سعره جوه الشركه، فبالتالي انا قدرت ان انا احافظ عليه. لكن لو انا عندي موظف كفء وكويس جدا وشاطر وفي كل حاجه جميله بس مرتب ضعيف، فبالتالي ممكن لو حد كلمه قال له انا محتاجك معايا واداله مرتب ضعف اللي بياخده او مره ونص، هو الراجل اوريدي هيروح لان سعره بقى عالي، او ان هو الشركه اللي موجوده اللي هو موجود فيها مش مكفياه كمرتب بالنسبة لسعر السوق. وده مهم جدا ان دايما المرتبات تبقى قريبة بين سعر السوق، خصوصا للناس اللي انت عايز تحافظ عليها والناس اللي هي فعلا اد فاليو ليك عشان ما تخسرهاش. ال11 ان طبعا بعمل ديفلوب باي جريس، ان انا بقدر اطور من الجريد بتاعت المدفوعات بتاعتي، عشان بعد كده ابدا اعمل establish range، ان انا اقدر احط وانشئ رنجات لكل وظيفة وكل مسمى موجود عندي، مينيمم وماكسيمم، علشان الناس تقدر تتحرك فيه وتبقى الناس حاسة بان الموضوع ماشي بصورة فير وبصورة فيها عدل، واللي بيشتغل بيلاقي واللي بيشتغلش مش هيلاقي. الموضوع دوت
مهم جدا 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 جدا. بتحافظ على الموظفين بتوعك، بتحسسهم بالامان، بتحسسهم فيه عدل. موضوع التقييم مهم جدا جدا جدا، اللي يكون فيه عدالة وفيه فير. لازم انا اميز بين الراجل اللي مش الراجل اللي شغال بين اللي مش شغال، علشان ادي دفعه عليه الراجل اللي مش شغال ان هو يشتغل زي اللي شغال. وعشان برضو لو انا مش فير او مش عادل في القصه دي، انا بخلي الراجل اللي شغال ممكن يبقى زي اللي مش شغال، وببوظ الدنيا وبعمل يعني برفورمانس وحش جدا للشركه، وده بيبقى ريفلكت على المجموعه كلها مش على فرد واحد. اتمنى يا رب يكون المحتوى يكون مفيد ليكوا، واتمنى يا رب يكون قدرت يعني حطيت البيزكس لكل الناس اللي نفسها تشتغل في الاتش ار وتفهم مجال الاتش ار. وان شاء الله باذن الله يعني انتظروا، وان شاء الله الفيديو الجاي هشرح فيه هوضح السكيدول بلان بتاعه المرحله اللي جايه ان شاء الله، ايه المواضيع اللي هنتكلم فيها. وان شاء الله باذن الله يعني الموضوع تبقى قيمه جدا ومهمه جدا 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 ليكوا. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.